سلامة ومرحبا بكم في دبارتنا اليوم باش نعملوا بريك العظمة المعروف الشهير في تونس. وتوا احنا ان شاء الله قادمين على رمضان، باش نستحقوه برشا البريك هذايا. هو بنين على الاخر، علاش ما نعملوش في الدار؟ عندي اوراق ملصوقة، اخترت متاع الباكوات خير، انا تعجبني هذيك، تحبوا تعملوا جيري اعملوا. واخترت الحجم الصغير، نوع هذايا انا حجم صغير. عندي هنا بطاطا مصموطه باش نعملها لكم كما يعملوها في الشارع بالضبط، معدنوس وشويه بصل، طن وكبار، والعظم اللي باش نعملها خاطر انا بالعظمه. نبداو من كيفاش باش نعملوها، سهله هي ما فيها شيء. خذيت كعبه خاطر انا باش نعمل 4 كعبات، وزدت كعبه قسمتها على 4 نحطها في الوسط، خاطر ذي باش نحط فيها العظم، باش كان خاطر كي تتملاه هي بالحشوه تنجم تتفلق لي في الزيت، حتى او ميم طون الزيت يسخن. عندي البطاطا، ندورها بالبطاطا الساعه، معدنوس، تجي مشخشخه، هي تجي مليانه بالكدا، شويه بصل، طن، شويه كبار، ما نعرف شنو يسميوه احنا نقولوا له الكبار، نسيت ما قلت لكمش عجبني الرابي. ونجي في وسط الحشوه هذه نحط العظمه باش ما تخرج ليش منه ومنه، باش نتويها على 2 وننزل من الجناب. شوفوا قداش جات مشخشخه مليانه، ونمشيو مع بعضنا نقليوها. توا تتقلى، ونقعد كل مره نرجع عليها الزيت باش العظمه ما تجيش نيه. اذا بينا كي تجيو باش نقليو البريك نقويو الماكسيموم في الغاز في النار، خاطر اذا نعملها على نار متوسطه ولا واطيه راهي تشرب ياسر الزيت. انا حاطه الصحن بالبابيي باش يشرب الزيت. خلي هذه من هنا، ونجيب الكعبه الاخرى نحط بحذاها الكعبه الاخرى، حضرتها بنفس الطريقه. ساعات يخرج راهو الحشو هكا، تكون عبيتها برشا، ونقعد كل مره نعمل هكا الزيت. العظمه تطيب بالكدا، وكان تحبوها مروبه خليوها مروبه. فما شكون يزيد الهريسه، حتى اللي يمشيو للمطاعم ينجموا يطلبوا يقولوا حط لي فيها هريسه، نحبها محرحره. الكعبه هذه من برانسيب تنظف من الشيره هذيك، نقلبها من الشيره هذه. الكعبه الاولى هذه اللي حطيناها طابت، نكمل نجيب اللي بعدها ونواصل بنفس الطريقه حتى نكملهم. ما قلت لكمش من الاول اللي انا اخترت العظم صغير، حجم صغير خير باش ما تخرجش العظمه على برا مع الحشو تجي قد.
كمل بنفس الطريقة ونرجع إن شاء الله. تكون عجبتكم الطريقة ونقول لكم بسلامة في فيديو قادم إن شاء الله.